كيف اجعله يفكر فيا بشكل جدي؟ هقول لكم ازاي. انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه. اللي عايز يبعت استفسارات او يحجز جلسات يبعت على الانستجرام. يلا بينا. في 3 حاجات لازم تاخدي بالك منهم كويس قوي، من اهم الحاجات. رقم 1، الراجل بيحب يدي اسمه للبنت المحترمه، البنت اللي محدش لمسها، البنت اللي بيثق فيها. يبقى معلش هتيجي على نفسك شويه كده، ومش لازم تحكي له عن كل القذورات اللي فاتت وتقولي اصل انا بحبك كده اتكلم واقول كل حاجه. ما ينفعش للاسف. ما دام هترتبطي براجل شرقي او حتى غير شرقي، يبقى هيفكر مليون مره في ده. والاهم ما تديلوش حاجه انت فاهماها كويس، ما تخليهوش يطولك. لو طالب في احتمال كبير قوي انه يمشي. قليلين قوي اللي هيتفهموا الفكره دي، فلازم تكوني الست اللي هو مستعد يديها اسمه. هتعرفي ده من اهله، من مامته، من اخته، شوفيهم عاملين ازاي، طريقه معاملتهم ازاي، وانت هتعرفي هو عايز واحده عامله ازاي. تاني حاجه الانوثه. طب الانوثه طب ازاي؟ يعني انت قلتي ما تديلوش حاجه، بس لازم تمنيه باللي هيلاقيه بعد الجواز، لازم تحسسيه وتدعبي خياله انك انثى مش حجر. واحده ست هتعرف بعد الجواز تدلعه من الاخر. يعني ما يمنعش اني انا اعكسه بكلمه ظريفه، ما يمنعش اني انا المس كتفه لمسه خفيفه كاني بزيح التراب من على كتفه. حاجات بسيطه هتديله احساس ان انت بنت تقدري تحتويه بعد الجواز. دوره الانوثه انا قايله فيها حاجات كتير قوي وامثله تانية كتير قوي ممكن تاخدوها. الشيء الثالث، شوفي اهتماماته هي ايه. يعني لو راجل بيحب الخروج والفسح وانتي بنت برطه، فمش هتيجي معاه سكه، مش هيبقى عايز ده في حياته، هيبقى عايز واحده على الاقل مهتمه باللي هو مهتم بيه. لو راجل بتاع علم وكورسات، يبقى ما ينفعش ان انت تكوني ست تافهه. يعني مش لازم تبقي شبهه، بس ما ينفعش تبقي نقيض. فخدي بالك، لازم تحسسيه ان مستقبله معاكي هيكون كويس جدا. وحاجه تانية برضو يعني تعتبر مع النقطه دي، وهي الكرامه. لازم تبقي واحده عندها كرامه. كرامتك رقم 1. مفيش حاجه اسمها واحد قفل التليفون في وشي اقعد اتصل بيه 7000 مره. مفيش حاجه اسمها واحد قال لي انا مش حاسس ان انا عايز اخرج معاك اقول له معلش اخرج معاك. كرامتك رقم 1. تبقي هاي بروفايل في عينيه، فيحس ان انت جايزه، هو محتاج يبذل مجهود، فبالتالي لما تبقي معاه ما يضيعكيش بالساهل لانه تعب عشان يوصل لك.